لم تكن تتوقع هذه العائلة أن المولود الذكر الذي كانت تنتظره قبل 10 سنوات سيحول حياتها إلى ما يشبه الكابوس، ولكنها مشيئة الله، ولله في خلقه شؤون. مشيئة قضت بأن يولد فاتح بجلد غير طبيعي يغطي كامل جسده ويتغير في كل وقت. هذا الوضع جعل فاتح يتجاوب مع الطبيعة وفقا للحالة التي يعانيها، لا سيما وأن معاناته تبلغ ذروة حدتها في فصل الصيف الذي يؤثر على جلد فاتح ويفرض عليه البقاء في المنزل تحت حرارة محددة ومضبوطة. طوال اليوم يدوش واحد 7-10 مرات، وفي الليل كيف لانه في الليل يسخن اكثر يسخن بقى هكذاك. بقى لي هكذاك مواسي في ذاك القشور، مغلف فيه مزير عليه، حتى المشي انا قطعت الياس، قلت ربما ما يمشيش، وهو كان مغلف. بعد تقريبا 3 سنوات وديته عند الطبيب تاع الرياضه لا ريديكاسيون. هو بدا يدير في لا ريديكاسيون بشويه حوالي واحد 6 شهور ولا، حتى بدا يتحسن. بعد كي بدا يمشي لي ما مشاليش عادي، خاطش الجلد كان مزير ويمشي لي هكذا. انا قلت يمكن يقعد هكذا. لم تجد الوالدة تفسيرا لحالته ولا حتى تطمينا، ولكن أين هو الحل؟ هكذا ظلت تتساءل طوال عقد من الزمن، إلا أن صبرها كان أكبر من ظرفها، وكلما نما جسم فاتح كلما حرك في ذهنه أسئلة ظلت حبيسة الدهر لسنوات. لماذا أختلف عن باقي البشر؟ فاتح المولع بلعبة الفيديو وصاحب الهوايات المتعددة لم يخفي لكاميرا MBC وعيه بحقيقة المرض، وكانت هذه النظرات الخجولة التي صاحبها صمت رهيب عنوانا لقصة مرض يطرح علامة استفهام كبيرة: إلى متى؟ في الليل دائما نقيلو، سينو الجلده كاين دي بلاص كيما هنايا في الكور تاعو ما يندرش، في راسو يندر ولا في كرعه ولا هنا في صباعته. هنا ما يخلينيش في صباعته ولا في كرعه، وين تجرح بالخف ما يخلينيش. وهذه احتفظت بها في الحق، كنت احتفظت له بكثير من بعد رميتهم، يعني لو كان احتفظنا له بيش. هذه منها اللي نزاد هذه لا سيمال، هذه تنحت، راك تشوفها كيما يتمزق هكذا يتمزق. هذه هي الجلده اللي مغلف فيها. شوف نخليه يومين بالاكثر، يومين يولي هكذا، راك تشوف يتكسر، وهو يعني محصور لداخل. هذا المرض فيه خلل عند طرح هذه الخلايا، الجلد ما يطرحش الخلايا، يبقى متماسكه، يعني فيه مكونات اللي تمسك الخلايا، طبقات سطحيه للجلد، هذوك المكونات تكون قليله، بالتالي الخلايا تطرح. المرض تاعو الخلايا، المكونات اللي تمسك الخلايا بيناتها تبقى بكميه عاليه، اذا الخلايا تاعو ما يطرحهاش ويشكل طبقات وقشره سميكه مختلفه، السمك تاعها يختلف من مكان الى اخر في الجسد. رفيق بخوش لبرنامج MBC في أسبوع الجزائر.